السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدو ميكس كل حاجة والعكس. للأسف ميدو زيه زي بقية نجوم الزمالك، متغيرين حسب المصالح الخاصة بيهم. ميدو من ساعة ما مسك الحديدة في نادي الزمالك بعد ما خدوه لجنة دلوقتي لإنقاذ نادي الزمالك، طالع وبيتكلم كلام وبيقول الحاجات اللي هو كان بيقول عكسها دلوقتي بيقول نفس يعني رد مختلف او عكسه تاني، وبينسى اللي هو قاله قبل كده لما طلع قال ان في وهم عند الزملكاويه بان هم عايشين في المظلوميه. وده غلط، لان انت طول ما انت بتدي لنفسك مبرر ان انت مظلوم فانت عندك استعداد للهزيمه او للخذلان. انما الزمالك لازم يشتغل بشكل ان هو يبقى بطل. ده كان كلامه ولسه من قريب مش من بعيد. دلوقتي بيقول لك لا الزمالك مظلوم والحكام، وكمان بيقول على الجوهري كابتن الجوهري الله يرحمه مقولة مش صحيحة، ان هو اعطوا الزمالك العدالة التحكيمية وسينافس على كل البطولات. تصريح مضروب. وللأسف الجوهري طبعا متوفي فمش هيقدر يطلع يصحح المعلومة، فهم بيتكلموا براحتهم ومن غير أي دليل. نفسي افهم حسين لبيب ده موجود رئيس نادي الزمالك بأمارة ايه؟ يعني ممدوح عباس يطلع يقول كلام غصب عن غصب عن حسين لبيب ما يطلعش ينكره، ويطلع يسكت الكل يقول لك شوية العيال اللي موجودين في نادي الزمالك محدش يقدر يعمل حاجة من غيري. وطالع كل واحد يطلع من ناحيته يقول حاجة ويصرح تصريحات عنترية، وفي الاخر بينزلوا على ما فيش. شغل عبد الفتاح الاسري نادي الزمالك دايما عايش فيه، يطلع يهدد ويقول لك احنا بنعمل كده عشان نكسب حاجات تانية. ايه هي الحاجات التانية؟ ان هم ياخدوا ضربات جزاء غير صحيحة، ان هم ما يتحسبش عليهم ضربات جزاء، يعني ان هم يزودوا حصيلة مجاملة التحكيم او الاحتواء التحكيم. هو ده الهدف بتاع نادي الزمالك. طلع امبارح في مؤتمر ميدو قاعد يتكلم عن ظلم نادي الزمالك من القرارات التحكيميه. فالنهارده لعب، رغم ان هو هدد ان هو مش هيلعب مباراه مودرن، لعب وحصل برضو ظلم تحكيمي لمودرن في ركله جزاء ولم تحتسب. فبالتالي هو فاز النهارده 2-1 بلس في الوقت الضايع وعن طريق شيكابالا. حد هيتكلم عن الظلم؟ لا خلاص، هم كده زي الفل ما دام صعدوا وفازوا كده. فريق الزمالك واخد حقه. هو ده اللي يقصدوه، ان هم بيضغطوا على الحكام وبيضغطوا على اتحاد الكوره عشان ياخدوا حق مش ليهم. ده غير طبعا المباراه الاهم اللي هي القمه القادمه مع الاهلي، وهو ده المخطط اللي بيخطط له المؤتمر اللي عملوه. هم قاصدين ان هم يرهبوا التحكيم، لان غالبا هيبقى التحكيم مصري، لانه مش هيلحقوا يجيبوا تحكيم اجنبي. حتى لو جابوا تحكيم اجنبي مش هيبقى كفء، لان طبعا مش هيلحقوا يجيبوا طاقم حكام من الدرجه الاولى. ففي الكلتا الحالتين هما بيضغطوا عشان ياخدوا حقوق مش حقهم. هم عايزين باي شكل من الاشكال يعملوا ضغط بحيث ان هم في الاخر يقدروا يلعبوا مع الاهلي جيم بره الملعب.